عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والنهارده هعمل معاكم البسبوسه الجاهزه. اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله، اقول لكم المقادير كلها، بس اول حاجه هنبدا بيها قبل البسبوسه العسل. معايا سكر، كوبايه كبيره سكر اهي كده، وربع كمان كوبايه اهي. وهنعاير كده بالكوبايه كبيره كوبايتين ميه عشان عسل البسبوسه بيبقى ايه خفيف. ولما يفور كده هنحط له عصرة ليمونة، وده هنحطه على النار. استنوني. ودلوقتي معانا يعني هنجهز البسبوسة. انا معايا بسبوسة سميد جاهز، يعني مش سميد فرد. هنحطيه، لحظة افتحه كده. هو جاهز دوت، عليه كل المكونات. اهو كده. معايا ربع خميرة، مش خميرة، بيكنج باودر، ربع معلقة بس كده صغيرة، يعني مش كبيرة. قلنا لو التصوير في حاجة عشان برضو محمد كمان هو بيصور. التصوير حلو، تصوير حلو زي العسل. ومعايا نص كوباية سمنة سايحة. البواقي هنا على الصينية اللي احنا هنحط فيها البسبوسة. اهو زي كده زي ما انتوا شايفين. وهدهنها كلها معاكم سمنة والزيادة هفضيه على صينية البسبوسة اهو زي ما انتوا شايفين. 5 دقايق بتكوني محضراها، في 5 دقايق كده. ولسها كده كويس اهو زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم كده اهو. زي كده هقول لكم يعني تكه حلوه ما تخليش البسبوسه تتفتت منكم، بس هوريه لكم وانا ايه بعمل العسل. زي ما انتوا شايفين لازم تبقى كده زي الرمل زي ما انتوا شايفين. اهو معايا علبه زبادي، نضيف على الكيس دوت علبه زبادي كده. هنملى علبه الزبادي ميه اهو زي ما انتوا شايفين كده في نفس المعيار كده. ما بتتخلطش كتير كده. خلاص خلصنا البسبوسه. اظن مفيش اسهل من كده. نضيع بس كده الزبادي الميه كده. بصوا هو كده تبقى عجينه لينه كده زي ما انتوا شايفين. انا خلصتها، ما خدتش 5 دقايق. طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 220 كده. سامحونا لو انتوا يعني انا شغاله بايدي، سامحوني كده. دي بسبوسه جاهزه. المره الجايه هجرب معاكم اللي هو السميد اللي بيتحضر يعني كده. مش محتاجه ان احنا نعملها بايدينا اهو كده، كلها هتتفرد بس كده. هنسيبها 10 دقايق تستريح على ما الفرن يسخن، واوريكم وانا بحطها الفرن. استنوني. اهي يا جماعه البسبوسه سبتها ربع ساعه تستريح اهو، جمدت. هحطها معاكم في الفرن واستنونا ان شاء الله. وهو العسل يا جماعه حطيته على النار لسه لما يدوب السكر. انا هقلب كده من نص الحله، ما تقلبيش السكر خالص يعني من اطرافه علشان ايه ما يسكرش. وهوريكم على تكه تخلي البسبوسه معاكم ما تفرولش اهو. سيبه يفور كده
وننزل عليه بنص ليمونه. استنوني كده اوريكم. واهو زي ما انتوا شايفين العسل كله والسكر اللي فيه داب. هنزل معاكم قدامكم اهو نص ليمونه، وهو بس بيقعد 5 دقايق على النار. بس عسل البسبوسه بيبقى خفيف كده. هسيبه 5 دقايق واطفي عليه، وهقول لكم على التكايه اللي انا احطها عليه عشان البسبوسه تبقى ايه جامده ومتماسكه. استنوني. كده العسل خلص معاكم زي ما انتوا شايفين اهو. هنزل عليه بقى زي ما قلت لكم معلقه عسل جلوكوز. هو ده اللي بيخلي البسبوسه متماسكه معاكي. اقلبها كده على ما يدوب. والعسل اهو متوفر. الكيلو ده ب20 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب لحد ما يدوب. هو بيدوب بسرعه كده زي ما انتوا شايفين اهو. اهم حاجه في البسبوسه ان البسبوسه تطلع من الفرن والعسل يكون سخن، والاتنين يتحطوا على بعض، يعني ما يتحطوش باردين عشان تبقى طريه وحلوه كده. زي ما انتوا شايفين داب ولا في اي حاجه، زي الفل ما شاء الله. هعلي عليه كده تكايه بس يفور زي ما انتوا شايفين كده. بس وهطفي عليه واستنونا لما اطلع البسبوسه من الفرن واوريكم هنصب العسل عليها ازاي. وكده يا جماعه بسبوستنا خلصت اهي زي العسل. ما تنزلوش في الارض. قول بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة يا جماعة. زبده. محمد جعان عايز ياكل منها اهو كده. اهو زي ما انتوا شايفين. شربت الشربات كلها اللي انا عملتها. المقدار خد المقدار الصينيه دي خد الشربات كلها اللي انا عملتها. امسك كده اهي يا جماعه زي ما انتوا شايفين شكلها. بصوا زي العسل. شرب العسل بتاعها كله اهو. ورينا ندوق كده. بسم الله. عسل تحفه. بصوا شكلها عامل ازاي. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.